هلو جايز، اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الثانيه من البرنامج الرمضاني ل 2025. اليوم طبختنا كثير سهله يلي هي بولونيز، معكرونه باللحمه. انا هيدي الاكله كثير باكلها، كثير بحبها، كثير طيبه. في كثير عالم بتعملها بطرق مختلفه، انا بعملها بطريقتي، يعني بتحبوا اهلا وسهلا، ما بتحبوا يعني اعملوها جربوها ورجعوا احكوا. تحذير جدي هام، انا مش مسؤوله عن شيء، هاي الاكلات انا بعملهم بطريقتي، انتم فيكم تعدلوا، فيكم تسالوا، فيكم تعرفوا من غير عندي، بس انه الانجريدينتس رح يكفوا لشخصين، الا اذا انت او صاحبك او اللي بدك تطعميه معك جاموسي وبتاكلوا اكثر من هيك، اكيد يعني بتعتازوا اكثر، بس ما بيأثر، فيكم دبل ذا انجريدينتس. انا كنت حط جزر من قبل، بقطعهم صغير صغير وبحطهم مع البصل بستويهم منيح، بس هالمره قلت ما بدي احط، ما لي خلق، بس بتطلع طيبه كثير معها. اول خطوه بهالاكله هي المعكرونه. سلق المعكرونه كلنا بنعرف كيف، ما بدها شرح. للي ما بيعرف اكيد بنغلي المي، انا بحط بالمي ملح وزيت زيتون او زيت عادي، وبس تغلي بننزل المعكرونه. انا بحب المعكرونه الرفيعه كثير، نمبر 1 بعتقد. ما بقصها، في عالم بتقص، لا دائما بتبع شو كاتبين على الباكج تبعها، لانه هني قادره يا اختي. هيدي كانت 5 minutes وخلصت، وهيك وبصفيه وبخليها على جنب. خلينا اول شيء نبلش بتقطيع الخضره. عالم بتقول انه اذا بتحطوا مي يعني بتمشوا الحنفيه حتى انتم عم تقطعوا ما بتبكوا، وفي عالم بتقول انه اذا بتخلوا هيدي ما بتبكوا. انا بكل الحالات ببكي. انا قلت لكم كيف انا بعملها، هي عادي كل العالم بتعملها، بس انه ماما بتعملها كلها بايدها، انا بعرف كيف. يعني لو كنت اقسى انسان بالعالم على البصل بتبكي. انا بعرف انه البندوره ما فيني استعملها سكين هيداك، بس دايما بستعملها المنشار، لانه البندوره بتنزع السكين. ما بعرف اذا انا صح، ما بعرف اذا المعلومه صح. انا بحب اشيل البندوره بس نسيت، حنشتغل باللي عملناه. هي نتيجه عدم التركيز. شكرا. جمعت كل المكونات اللي فرجيكم عليهم. عنا بصل، ثوم، بندورة، معجون طماطم، خل، سكر، زبدة، زيت زيتون، مرقة لحمة، باي ليفز، وورسسترشاير صوص، يلي هي بكتب لكم اسمها، ولحمة ناعمة. خلينا نبلش بالتطبيق. أول ستيب الزبدة وزيت الزيتون. بنزيد البصل، من بعدها حزيد الثوم، بس تحسوها اصفرت شوي زيد عليها اللحمة. هلا اكيد بننطرهم لحتى ينطبخوا منيح. رح زيد شوية ملح. ما بعرف اذا انتو بتحسوا انه زدت كتير زبدة وزيت، بس انه اذا بدكم تخففوا انا بحب. بعتقد انه ردي. رح نحط هلا الفينيجر، فينا بس 1 تيبل سبون. انا بعرف انه بحطوا نبيد مش خل، اذا بدكم حلال فيرجن هي خل. هلا بدنا نزيد البندورة. يفضل انه البندورة ما تكون هيك. انا بفضلها تكون مقشره او مستويه اكثر، ما بعرف، او حمراء اكثر. واذا بدكم فيكم تجيبوا علب، مش معجون الطماطم، لا في علب هني بندوره معلبين فيكم تستعملوه. هلا بنتركهم. رح زيد ملعقه كبيره معجون الطماطم. ما بعرف بقولها توميتو بيست، ورح زيد شويه مي، بنلحقها برشه ملح، نتركهم يمخمخوا. نزيد مرقة اللحمة، بنزيد من بعدها ملعقة صغيرة وورسسترشاير صوص. اوكي، بنزيد شوي بعد، ممكن انا حسب شو بشوف، بحط مثل ما انا راسي بده. بحط ملعقة صغيرة سكر، ما حكتر، وبنخلص. حزيد شوية مي. اوكي، نزيد نرجع ملح، بهار اسود، حزيد الباي ليفز عليهم. بحب ازيد كمان تشيلي، انا شوي مش كتير، هول تشيلي فليكس، وبنتركهم على نار هادي يمخ. ريحة كتير طيبة والطعم اطيب. انا عم زيد ملح لانه بحس بدها،
اوكي هلا في طريقتين. في اول طريقه انه تحطوا المعكرونه وتحطوا هاي الصوص عليها، وفي الطريقه الثانيه اللي هي انا بحبها، ما بحب اول وحده، هي انه تحطوا كل المعكرونه بقلب هيدي البان. هلا رح نشيل المعكرونه. اكيد ما تنسوا تشيلوا هو، بس انا بتركهم مع المعكرونه. هلا بنتركهم شوي ونطفي عليهم. هيدي اكلتنا لليوم. اذا بدكم حطوا بارميزان تشيز عليها كمان، انا ما عندي وما طلبت. هذا كان الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد بنزله. وبليز اكتبوا لي بالكومنتس شو رايكم، عم تحبوا الطبخات، ما عم تحبوا، مش لإلي الشغله. خبروني. بحبكم كثير كثير كثير.